اختصار هيختصر عليك وقت كبير في المونتاج. مساء الفل، ازيكم؟ الاخبار عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنتعرف ازاي نعمل اختصار هيختصر علينا وقت كبير في المونتاج، وهو اختصار للريبل ديليت. الاول لما كنا نحب نشيل جزء من الفيديو كنت بقطع قبل الجزء اللي عايزه وبعديه وبعلمه امسحه، وبعد كده بعلم في النص وادوس باك سبيس عشان يضم المشاهد على بعض وما يبقاش فيها فراغات. ده اللي كنا بنعمله الاول، لكن بعد الاختصار ده هنعمل ايه؟ هقطع الجزء اللي انا مش عايزه، هقطع قبله وبعده واعلمه وادوس على الاختصار اللي انا عامله، فهيمسح الجزء اللي انا مش عايزه ويضم لي المشهدين على بعض. يعني اختصر لي خطوتين بقوا خطوه واحده، يا دوب دوسة زرار بيعمل الخطوتين هو مع نفسه. تعال نشوف ازاي بتتعمل على برنامج ادوبي بريمير. الاول لما كنت بحب اشيل جزء باخد الكات تول، اختصارها سيم الكيبورد، واقطع جزء مثلا وارجع هنا واقطع تاني. الجزء الوسطاني ده اللي انا معلمه هو ده اللي مش عايزه، كنت بعلمه زي كده بعد ما اقطع قبله وبعده وادوس باك سبيس بيتمسح، واعلم على الجزء الفراغ بكليك شمال وادوس باك سبيس عشان يضم لي المشاهد. لكن دلوقتي هروح اعمل الاختصار، بدل ما انا اعلم الجزء اللي مش عايزه وادوس باك سبيس وبعد كده بدوس كليك في الفراغ وادوس باك سبيس تاني عشان يضم لي المشاهد، هعمل الاختصار ويختصر لي الخطوتين دول في خطوه واحده. هروح على ايديت كيبورد شورت كات وهكتب في السيرش هنا ريبل ديليت، هو اكتب اول حرفين بس او اول 3 حروف هي هتظهر وحدها اللي هي هنا ريبل ديليت. هدوس على الشورت كات هنا. بعد كده انا بحب احطها في حرف الاكس لان حرف الاكس فاضي. هعرف ازاي انه فاضي؟ في علامه الكيبورد دي او شكل الكيبورد اللي فوق هو عاطلك الاختصارات الموجوده او الحروف اللي غير متاحه والمتاحه. اللي متاح عندي حرف الاكس لان الفي هو الفي تول والسي الكات تول، فانا هختاره حرف الاكس وبعد كده ادوس اوكي. بعد كده هاخد الكات تول اختصارها سيم الكيبورد واقطع هنا واقطع الجزء الثاني اللي في النص ده هو اللي انا مش عايزه اللي انا معلمه ده. بدل بقى ما ادوس باك سبيس واعلم وادوس باك سبيس تاني عشان يضم لي المشهدين على بعض، هدوس اكس بس يبقى مسحوا وضم المشاهد على بعض بخطوه واحده او بدوسة زرار. الى هنا عزيزي المشاهد لقد انتهت جرعه دوبامين التعلم الى هذا اليوم. انتظركم في جرعه اخرى، الى اللقاء.